مساء الخير على كل بيشوفوني. أنا اسمي دينا ومعاكم في 7 حلقات برنامج شخصيات من زمن فات. البرنامج بيتكلم عن أهم الشخصيات الفنية والتاريخية والأدبية، شخصيات الزمن الجميل اللي لسه أعمالهم الجميلة عايشة معانا لحد دلوقتي. معظم هذه الشخصيات بدأت حياتها بصعوبة، لكن حفرت أساميها وأعمالها الجميلة لسه في قلوبنا ولسه عايشة معانا لحد دلوقتي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة. شخصية النهاردة هي أول امرأة مصرية عربية بتمارس مهنة المحاماة في مصر والوطن العربي. أول امرأة مصرية عربية بترتدي روب المحاماة الأسود. هي أول امرأة مصرية بتنضم إلى نقابة المحامين في مصر. شخصية النهاردة هقول لكم هي مين. هي الأستاذة نعيمة الأيوبي. تعالوا بينا نتكلم على حياتها ونشأتها. اتولدت الأستاذة نعيمة الأيوبي في مدينة الإسكندرية. والدها هو المؤرخ إلياس الأيوبي، والتحقت في طفولتها بمدرسة محرم بيك الابتدائية بالإسكندرية. انتقلت بعد كده هي وعائلتها إلى مدينة القاهرة، والتحقت بمدرسة البنات الثانوية في الحلمية الجديدة. نعيمة الأيوبي كان ليها حلم، كانت بتحلم إن هي تكون محامية. كان عاجبها رداء الروب الأسود، روب المحاماة. كانت بتحلم بشغف إن هي تمارس مهنة المحاماة. بعد ما خلصت دراستها قررت ان هي فعلا تحقق حلمها وتخش مدرسة الحقوق بجامعة فؤاد الأول أو جامعة القاهرة. ولكن الفترة دي ما كانش في بنات في بتخش الكلية الجامعة في الفترة دي، فقررت هي وصديقتها بالذهاب إلى عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، ويعني ربما يساعدهم في تحقيق أحلامهم والدخول إلى والالتحاق إلى مدرسة الحقوق بجامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة. وطبعا ساندهم دكتور عميد الأدب العربي دكتور طه حسين في تحقيق حلمهم في الالتحاق بكلية الحقوق. وكلم رئيس جامعة القاهرة في تلك الفترة أو رئيس جامعة فؤاد الأول أستاذ الجيل أستاذ أحمد لطفي السيد. وبعد هذه المكالمة وافق أستاذ الجيل أستاذ أحمد لطفي السيد على التحاق الأستاذة نعيمة الأيوبي وصديقتها إلى مدرسة الحقوق جامعة فؤاد الأول أو جامعة القاهرة. والتحقت سنة 1929 بمدرسة الحقوق هي وصديقتها، وتخرجت الأستاذة نعيمة الأيوبي سنة 1933 وكانت من أوائل دفعتها. الأستاذة نعيمة الأيوبي ما كانتش بس عايزة تاخد الشهادة بتاعتها وتقعد في البيت، لا، كانت تريد أن تمارس مهنة المحاماة اللي كانت في تلك الفترة قاصرة على الرجال فقط. راحت يعني في أول قضية ليها كانت للدفاع عن 3 من رموز الحركة الوطنية في مصر ضد الاحتلال الإنجليزي، ودي كانت أول مرافعة لها في تلك الفترة. الأستاذة نعيمة الأيوبي لها مقولة شهيرة جدا بتقول فيها: إنني لن أترافع إلا عن المظلومين لأنتصف لهم من الظالمين. سأخصص حياتي لخدمة مهنة المحاماة التي شغفت بها منذ أن كنت طفلة، ومنذ أن رأيت عمي محاميا يفخر برداء المحاماة عن أي شيء آخر في الحياة. الأستاذة نعيمة الأيوبي كانت قدوة ومثل أعلى للعديد من الفتيات المصريات في تلك الفترة، وفتحت مجال ممارسة المحاماة بين الفتيات المصريات، وكان منهم المحامية الشهيرة مفيدة عبد الرحمن. المحاميات الشهيرات أوائل القرن العشرين تأثروا بها، وكانت قدوة ومثل أعلى لكل بنت مصرية كانت بتريد أن تمارس مهنة المحاماة. وبعد حياة حافلة من العطاء والكفاح رحلت الأستاذة نعيمة الأيوبي رحمها الله. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش
تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة. وبشكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيشوفني، واشوفكم الحلقة الجاية مع شخصية جديدة من برنامج شخصيات من زمن فات مع دينا. سلام.